واحد النهار كنت كنقلب في الارشيف ديال الافكار اللي عندي في التليفون، وطحت في واحد النوط قديمه. العنوان ديالها كان بسيط: البدايه. حليتها ولقيت راسي رسمه فيها احلام، خطوات وتفاصيل دقيقه. والمفاجاه ان هاد المذكره كتبتها هادي عامين ديال التخطيط المثالي، وعامين ديال الجمود التام. داك النهار فهمت واحد الحاجه: الخوف ديالي ما جاش على شكل هروب، وانما جاني على شكل تفكير زائد. كان كيحسب لي بلي كنمشي لقدام حيت كنفكر، ولكن في الحقيقه كنت غير كنحفر في بلاصتي. اليوم غادي نهضروا على هذا الفخ اللي كينسبوا لينا العقل ديالنا باسم المنطق. بزاف منا كيحسب ليهم باللي التفكير الزائد هو علامه على الذكاء او الحرص، ولكن سيكولوجيا هو غالبا مجرد قناع اجتماعي كنلبسوه باش نبرروا به العجز ديالنا قدام راسنا وقدام الناس. كنقولوا انا باغي نكون واجد 100%، انا كنعاود الحسابات ديالي باش ما نغلطش. ولكن الحقيقه هذه غير وسيله انيقه باش نهربوا من المواجهه. التفكير الزائد ماشي ذكاء زائد، هو خوف لابس بدله ديال الحكمه. العقل البشري بطبيعته كيميل للمنطقه الامنه، يعني اي حاجه جديده، اي تغيير في السيستم، العقل كيشوفه كتهديد، وباش يحميك من هاد التهديد كيبدا يغرقك في التساؤلات. علاش؟ حيت الا بقيتي كتقلب على الكمال قبل البدايه فانت معمرك غادي تبدا، وبالتالي عمرك غادي تخاطر ومعمرك غادي تفشل. العقل ديالك كيعطيك وهم الانجاز من خلال التفكير، كيبين لك باللي راك خدام وانت في الحقيقه غير كتدور في حلقه مفرغه ديال السيناريوهات السوداويه. كاين واحد الوهم كبير مسيطر علينا، خاصني الوضوح باش نبدا. كنتمناو الطريق تبان لينا كامله بالضو ديالها وبالعلامات ديالها قبل ما نديروا الخطوه الاولى، ولكن الحقيقه اللي كيعرفوها الناس اللي واصلين هي ان الوضوح كيجي من الحركه ماشي قبل منها. الطريق ما كتبانش وانت جالس في كرسي مريح، الطريق كتبدا تبان خطوه مورا خطوه. الا بقيتي كتحل الظلام غادي تبقى فيه، الا تحركتي وسط منه غادي تلقى النور. اذا كيفاش نخرجوا من هذا السجن الفكري؟ القاعده بسيطه ولكن تطبيقها كيحتاج قوه. قاعده ال5 ثواني او الخطوه الميكروسكوبيه. اي فكره كتبقى تدور في دماغك اكثر من القياس خاصك تقتلها بحركه في ارض الواقع في نفس اللحظه. ما تقلبش على خطوه كبيره، قلب على اصغر حركه ممكن تكسر بها الجمود. مثلا باغي تبدا مشروع، ما تخططش العام، صوب لوغو بسيط اليوم. باغي تكتب كتاب، ما تفكرش في الخاتمه، كتب سطر واحد دابا. الحركه هي السم الوحيد اللي كيقتل التفكير الزائد. حيت في الاخر الحقيقه اللي خاصنا نواجهوها هي هذه: تقدر تكون اذكى واحد في المحيط ديالك، اكثر واحد قاري، اكثر واحد كيعرف يحل المشاكل، وفي نفس الوقت حياتك واقفه في نقطه الصفر. الفهم بوحده عمره ما غير العالم. المعرفه بلا تطبيق هي مجرد حمل زائد على الذاكره ديالك. الفرق بين اللي كيوصل واللي كيبقى يحلم هو ان الاول قرر يتحرك وهو خايف، وهو ما فاهمش كلشي، وهو ما واجدش. الا بغيتي تبدل حياتك ما محتاج داتا جديده ولا تخطيط اعمق، انت محتاج شجاعه باش تبدا في نص الطريق. نقص شويه من الضجيج اللي في دماغك وزيد خطوه واحده في الاتجاه اللي قلبك يقول لك باللي هو الصحيح، وخا عقلك يقول لك باللي مازال الحال. تفكر ديما، الحركه هي اللي كتصنع المعنى. كانت هذه حلقه اليوم من نوما. تهلاو في راسكم ونتلاقاو الحلقه الجايه.